بصوا يا جدعان، طالع انا وحماده اخويا. تمام، طالع انا وحماده اخويا اقول لكم السبب الرئيسي ورا قطع الكهرباء. تمام، اول سبب ان الدوله عايزانا تخلي الاغنياء يحسوا بالفقراء اللي زينا. تمام، فبيقطعوا الكهرباء على الناس الاغنياء عشان يخلوهم يعيشوا من غير تكييف ومن غير مراوح وبتاع، فعشان يحسوا بايه، وزي حماده والناس اللي هي العامه دول. تمام، وتاني نقطه عشان الكابلات اللي في الارض يا جدعان بتسيح من الحر. درجه الحراره دلوقتي بقت 50، فهم خايفين على الكهرباء، خايفين على الكابلات انها تتحرق، فبيقطعوا الكهرباء. فحماده سالني سؤال برضه حلو، بيقول لي طب بيقطعوها بالليل ليه؟ ما هو بالليل ما بيبقاش فيه ايه؟ ايوه، ما بيبقاش فيه حراره. تمام، ف هقول لك بالليل هم بيبقوا عايزين يصحونا بدري. تمام، يصحونا على الساعه 3 4 كده، عشان ايه؟ في ناس بيجي لها جلطات في الوقت ده، فبيبقوا عايزين ايه؟ يصحوهم، يعني خايفين على صحه الايه؟ المصريين. وفي حل بقى، ايوه يا حاج عمو، وفي حل جذري للموضوع ده يا جدعان. احنا نعمل ايه يا عم حماده؟ نخلي الدوله تجيب مراوح فيها تلج. تمام، المراوح دي تطلع، الطياره تطلع فيها التلج، فالمهم ايه؟ تروح جايه حادفه التلج بقى ايه؟ على مصر كلها، فالتلج اصلا مش هيوصل لغايه الارض، لانه هيسيح من الايه؟ من الحراره. فلما يسيح هيكون ايه؟ غيوم في السماء. فلما يكون غيوم في السماء الدنيا تمطر، فبالتالي الحراره ايه؟ تقل، فبالتالي ايه بقى؟ الكهرباء ما تقطعش. فهو ده الحل يا جدعان. لازم بس المشكله بقى هتقابلنا بقى، ممكن يقول لك مفيش تلج. عندك انت تلج؟ هنشتري يعني. فهو ده الحل يا جدعان. الحاج حاول متبرع بالتلج. وحماده مزاريطه متبرع بالتلج لمصر. يا عم حماده، يعني انت عاجبك اللي بيحصل ده يا عم حماده؟ يعني انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ ده الواحد النهارده بيصحى من النوم 3 4 مرات من عز النوم. انا بحس ان الراجل بتاع الكهرباء بيستنى لغايه اما الناس تنام وتروح في النوم، ويروح جاي ايه؟ ويروح جاي شادد السكين. ما هو انت يا تشدها بالليل في الاول الليل، يا تشدها الصبح. انت جاي في نص الليل والناس نايمه. والله الواحد تعب يا عم محمود. معلش يا عم علي. فيا جدعان انتظروا الفيديو الجاي برضو. هنعمل فيديو بقى، يعني ناخد اقتراحات الناس عشان نحل موضوع الكهرباء ده. ماشي يا عم حماده؟ ابو 5 جنيه كهرباء. انا مستني منك التالت. وانتظرونا يا جدعان في البث المباشر التاني ان شاء الله.